يا صباح الفل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يكون ما اتكسرش، يا رب يكون ما اتكسرش. ايه الرزعه اللي انا رزعتها دي؟ المهم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد، بس يا رب يكون البرطمان ما اتكسرش. المهم ايه، دلوقتي كده احنا الصبح الساعه 11 ونص. تمام. بري بتلبس عشان نازله عندها درس، وقلت ايه ما اخش كده ايه، اعمل كوبايه شاي بلبن افطر بيها. عايزه اقول لكم قايمه جعانه جدا مش عارفه ليه. المهم حبه الحاجات دول كنا جايبينهم امبارح بالليل، واحنا راجعين يعني كنا جايبين شويه الليمون دول 2 4 6 7. دول طبعا الليمون بالعدد، عارفين انتوا فاكرين المثل بيقول لك العدد في الليمون هو العدد في الليمون. فدول عاملين 15 جنيه ونص. وجبت قوطه، يعني بصراحه ما كانش عندي قوطه خلصانه. القوطه كانت ب8 جنيه، دول عاملين 15 جنيه الحبه دول. وجبنا ايه كمان؟ ما جبناش حاجات كتيره، جبنا طبعا ما عندناش جبنه، فجبنا ما لقيتش رودس بقى، يعني بصراحه رودس يعني بعشقها قوي اللي هي بالفلامنك، فجبنا دومتي بالطعم الشيدر. جبنا منها علبتين. تمام. تعالوا بقى نطمن على ده نشوفه اتكسر ولا لا. بسم الله. جبنا ايه كمان؟ عايزه اقول لكم عندي قشطه، محمد كان جايب لي قشطه، فطبعا القشطه لازم لها ايه؟ لازم لها عسل. فجبنا العسل ده، بصراحه ده اول مره نجربه، اسمه عسل نحل شانه. ده اول مره نجربه بصراحه. جبنا البرطمان ده لاني عايزه اكل قشطه بعسل بصراحه، يعني نفسي فيها. وعايزه اقول لكم القشطه مركونه بقالها كتير في الفريزر، ساعه ما جبناها ما عملناش بيها ممكن غير مره ولا مرتين بالمربى، بس بصراحه لا، نفسي اكلها بقشطه بعسل يعني. تمام. وده سكر، جبنا سكر امبارح، ما عنديش ولا حبايه سكر، السكر خلص فجبنا سكر. ايه بقى كمان هعمل ايه تاني؟ هعمل بقى ايه، عايزين اعمل بقى كوبايه شاي بلبن كده علشان خاطر ايه، افطر يعني، ونشوف ورانا ايه النهارده. طب يعني ينفع اهم حاجه انا ما اقولش عليها؟ ينفع اغلى حاجه على قلبي العيش؟ والله العظيم يا جماعه ايه ده؟ ايه يعني؟ بصوا انا بشوفها كده بصراحه بضعف قدامها. ما صدقت بصراحه ان انا لقيت الطبق ده، بس احنا غالبا بلاقيه في المول اللي هو عندنا ده، هو ده الوحيد اللي بلاقيه فيه. المهم طبعا لقيت الطبق ده فجبته على طول ما ترددتش. عايزه اقول لكم انها غليت. الاربعه دول عاملين 50 جنيه. انا كنت بجيبهم بصراحه ب35 ب36، فلقيت الاربعه المره دي عاملين 50 جنيه، فاعمل ايه؟ نفسي فيها وبحبها قوي قوي. فجبت كمان طبق الذره ده. العيش تحفه تحفه، طعمها حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم الشيء المؤسف بقى ان عيالي بقوا يحبوها، وعموري كمان وبيري وحمزه. فالمفروض انا كنت جبت والله طبقين ثلاثه يعني، بس يعني بصوا ب50 جنيه. فقلت خلاص مش مشكله لو كل واحد ياخد واحد، يعني حلو برضو. فبصراحه حلوه قوي جميله. عايزه اقول لكم انا من ساعه ما بقيت اعملها بقيت اكل الذره المشويه، لان انا بعشق الذره بحبها قوي. كان زمان كنت على طول ذره مشويه 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 مشويه، كان ابويا كده يجيب الذره دي مشويه كده عشان خاطر اسماء. بس دلوقتي بصراحه بقى لما بقيت اعمل دي كده بقت حلوه حلاوه يا جماعه، ايه ده؟ حلاوه مش طبيعيه. ف عايزه بقى اصلا، بس صراحه مش عارفه اعملها النهارده ولا اعملها بكره، مش عارفه يعني، هشوف يعني على حسب ايه ما نشوف اليوم هيمشي ازاي معانا. المهم بقى دلوقتي ايه، هحط بقى كده القوطه في الطبق بتاعها يعني، واحط عليهم برضو الليمون. كده كده الليمون يعني انا محتاجاه اصلا، فحطيته كده على القوطه على طول، يعني لان انا ايه هستخدمه يعني. وجبت بقى علبة الجبنة كده اللي احنا جايبينها. عايزة اقول لكم يعني والله بجد دومتي دي مفيش مقارنة بين دومتي ورودس بصراحة. رومدي رودس دي بصراحة جامدة قوي، بالذات اللي بالفلامنك يعني. بس يعني اعمل ايه، حزينة اللي احنا ما لقيناش يعني. عايزة اقول لكم جايبين العلبة دي، طبعا فرق السعر طبعا بينها وبين رودس. جايبين العلبة دي ب36 جنيه، هي معمول عليها عرض، هي مكتوب عليها السعر اللي هي المستهلك مش عارفة مكتوب 42 او 43 جنيه حاجة زي كده، او مش عارفة او 45 يعني، هي في الاربعينات. احنا جايبينها ب36 جنيه، كان عليها عرض. ففتحت علبة كده علشان خاطر هعمل كوباية الشاي بلبن. عايزة اقول لكم بقيت الايام دي بصحى بدري جدا، فمش عارفة بصحى بدري جدا دي لازم كوباية شاي بلبن. يعني انا بقالي فترة كده لازم اعمل كوباية الشاي
بلبن، مش عارفه ليه. حتى لو مش عندي حاجه اشرب بيها الشاي بلبن هيبقى زي ما هتشوفوا كده النهارده. يعني ما كانش عندي فيش، ما عنديش بقسماط، ما عنديش سميت، ما عنديش اي حاجه اشرب بيها الشاي بلبن، فهعمل فينو وجبنه بس كده واشربهم بقى بالشاي بلبن. عايزه اقول لكم الميكس ده رهيب، الجبنه مع الشاي بلبن ميكس بجد رهيب جدا. المهم طبعا السكر خلصان زي ما قلت لكم يعني كده، ففضيت بقى ايه سكر كده في السكريه وبرطمان السكر ده كده، ورجعتهم يعني مكانهم، بيبقوا ايه بستخدم منهم يعني ايه في اليوم العادي يعني. وهنا طبعا عمر كان صحي. نعم نعم يا عمر، خلاص ارحمني، ماشي روح حطهم يلا. عمر طبعا كان صحي، فقلت اعمله كوبايه لبن معايا. يعني هنا كان حمزه نايم، كنت انا وعمر بس اللي صاحيين، فقلت له ايه هعمل لعمر كده كوبايه لبن، وانا ايه هعمل ايه شويه شاي بلبن كده ايه حلوين. بس خلاص انا كنت طبعا غاليه اللبن. اللبن ده كان من امبارح، بس امبارح برضو كنت عامله شاي بلبن وكده كان ده اللي اتبقى يعني، فقسمتهم ايه ليا انا وعمر يعني. بس وكده، وده كده الفطار بتاعي، الفطار الاولاني. ده كده الفطار الاولاني ليا، لان هعمل فطار تاني لما بيري تيجي من الدرس وحمزه يصحى، اكيد طبعا هيبقوا جعانين فيبقوا عايزين يفطروا، فهعمل فطار تاني. بس ده كده الاولاني اللي هو ايه تصبيره كده. بس خلاص كده خلصت، هجيب بقى الفينو بتاعي، ويبقى كده ده الفطار بتاعنا. كان عندي كيسين فينو، يعني بنجيب كيسين يعني، فكانوا فاضل في كيس يعني رغيف او رغيفين، احطهم مع بعض ايه في كيس واحد يعني وايه وخلاص. يبقى ده كده الفطار، الجبنه ومع الفينو مع الشاي بلبن. بقى بصوا لا مش هوريكم الريسبشن مش متبهدل، لا لا الريسبشن زي الفل المره دي، عاملاه زي الفل. بس بصوا كنت عايزه اقول لكم ان انا كنت قبل ما امشي كان في غسله كنت نشراها، يعني كنت هنشرها اليوم من قبل ما انا همشي. يعني انا مثلا احنا مثلا مشينا الخميس، انا كنت غسلاها يوم الاربع بالليل، وقلت هنشرها والمها الخميس الصبح تمام. المهم جيت انشر الغسله، بصوا بقى لقيت الغسله عامله ازاي. انا نشرتها ايه نشرتها ايوه نشرتها الخميس الصبح بدري جدا الساعه 7، وقلت هلمها مثلا على المغرب او حاجه قبل ما نمشي تمام. فالمهم جيت بصوا انشرها، فلقيت بقى منديل مغسول مع الغسيل. بصوا لقيت منديل مغسول. يا لهوي يا لهوي، شايفين المنظر؟ بصوا شايفين، بصوا البنطلون بتاع بيري بتاع المدرسه، يا نهار والله العظيم ده بصوا متدمر بجد يعني. اتنكدت اخر نكد والله العظيم. رحت ماسكاهم ورحت سايباهم في السبت زي ما هم كده، وقلت بقى لما ارجع ابقى اغسلهم. يعني اتضايقت قوي بصراحه، يعني اتضايقت قوي. بصوا المنظر، بصوا المنديل، بصوا المنظر بهدل الدنيا خالص خالص يعني. وعايزه اقول لكم المنديل ده ما كانش في جيب حاجه من اللبس، انا بفتش اللبس. بس اللي حصل ان انا بجمع اللبس كده بعد ما بنقضه كده يعني بقى ايه بحطه ايه على جنب. فبقول لبيري يا بيري خدي اللبس مثلا حطوا لي في الغساله او كده. فكان في بقى منديل في الارض، عمر ما شاء الله عليه بتاعه المناديل كلها مطلعها لنا كده، كل شويه يطلع لنا منديل. فكان في منديل تحت اللبس، فبيري لما شالت اللبس يعني بتدخلوا لي جوه عند الغساله يعني، فشالت اللبس ايه بالمنديل، فطبعا دخل جوه اللبس فما شفتوش، فبعمل كده. فدلوقتي هعمل ايه بقى؟ طبعا هغسله بقى تاني بقى، احط له بقى كده احط في الغساله يعني، وهغسله غسله معتبره، ونشوف بقى نعمل ايه. بعد بقى ما خلصنا الفطار الاولاني، دخلنا بقى على الفطار التاني. هنا كانت بقى طبعا بيري جت من الدرس، فعايزه بقى انها تفطر طبعا. فالمهم كان عندي الاناناسيه دي كده في التلاجة. عايزه اقول لكم محمد لما كان جايب الاناناس ده كان ناشف بس كان مسكر، هو كان ناشف بس كان مسكر. عايزه اقول لكم بقى الاناناسيه دي كانت في التلاجة، قعدت تقريبا يومين كده في التلاجة. عايزه اقول لكم انها طريت كده شويه وبقت بقى مش مسكره، بقت مسكره عسل نحل. انتوا متخيلين كميه السكر الجميل اللي فيها؟ بجد كانت حلوه قوي قوي. فالمهم ايه قلت اخرط لهم كده الاناناسه كده نفطر بيها يعني. وكمان هعمل بقى الفطار بقى، هعمل بطاطس وهعمل واحط جبنه وحته الاناناسه دي او وحده الاناناسيه دي. عايزه اقول لكم بجد كان طعمها حلو قوي. المهم جبت الشنطه دي كده جنبي، لما اعمل اناناس لازم اعمله في شنطه كده علشان لازم اقفل عليه. عايزه اقول لكم بيلم كميه هاموش فظيعه فظيعه فظيعه، والله العظيم بيعمل هاموش في 15 دقايق كده من بعد ما تقشريه كده وتسيب الشنطه كده على جنب، او تحطيه مثلا في الباسكت على طول من غير شنطه كده او من غير ما يتقفل عليه، بتلاقي هاموش الدنيا والاخره اتلم عليه ازاي مش عارفه. المهم حطيته كده في الكيس وقفلت عليه، وبدات بقى ان انا ايه
خرط الاناناسيه الجميله دي بجد، يعني طعمها كان حلو قوي. طبعا بقى وانا بعمل الفطار كده كنت مشغله الغساله. انا جيت عشان احط ثبت الغسيل اللي انا وريته لكم، اتاريني كنت عامله غسله ومظبطاها في الغساله، غسله ملايات يعني وكده، وكانت محطوطه يعني في الغساله. فقلت طب خلاص اخلص من الغسله اللي في الغساله وانشرها، وبعد كده احط غسله اللي هي الهدوم اللي كان فيها المناديل اللي انتوا شفتوها تمام كده. فدلوقتي خلصت بقى تخليط الانسايه، وبعد كده هعمل ايه شويه بقى بطاطس محمره. عايزه اقول لكم يعني انا بقالي فتره كبيره ما اكلتش بطاطس محمره بالطعام وبالحلاوه والجمال ده. بصراحه البطاطس دي حلوه قوي قوي قوي، هي والله العظيم هي شبيهه جدا 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 للبطاطس الحمراء. عارفين انتوا البطاطس الحمراء جبتها ووريتها لكم قبل كده، هي شبيهه ليها جدا. ف كنت مبسوطه بيها قوي المره دي بصراحه وانا بعملها. عايزه اقول لكم ان محمد جايب الكيلو منها ب 15 جنيه. عايزه اقول لكم انها فعلا غاليه، بس هو جايبها من العجوزه يعني، كان في مشواره كده فلقاها قدامه فاشتراها، فكانت ب 15 جنيه. بس عايزه اقول لكم انها حلوه يعني، اللي خلاني اصبر كده واسكت كده انها ب 15 جنيه انها غاليه، انها طلعت حلوه. ما بالكم بقى انها لو كانت ب 15 جنيه وكانت وحشه، ولا كانت محلونه، ولا كانت. فبصراحه كنت هبقى زعلانه قوي، بس هي طلعت بصراحه حلوه قوي. المهم جبت الكيس اللي انتوا شفتوه ده اللي انا كنت عامله فيه الاناناس، ففتحته تاني قلت احط فيه قشر البطاطس بالمره، وهرميه كده ايه كله برده مقفول يعني. بعد كده قشرت البطاطس وقطعها بقى كده صوابع. عايزه اقول لكم حلوه قوي، كانت صفرة جميله، لونها كده جميل مصفر كده، اللي هو المذهب ده اللون الذهبي، والله عامله زي بطاطس المطاعم بالظبط، وكانت مقرمشه، كانت حلوه قوي. المهم حطيت عليها كده ملح وميه، وهسيبها كده ايه شويه لان انا عايزاها تبقى البطاطسيه كده مملحه، مش عايزه ارش عليها ملح بصراحه. وبصوا بقى، بصوا البطاطس هنا لما قالتها بجد كانت جميله. وهنا بقى سلقت كده 3 بيضات الى حمزه وبري، وانا عمر يعني ملوش في البيض قوي، ممكن اديله من معايا حته بيضه كده ياكل واحده ويتفتف كده واحده كده ما ياكلهاش يعني. فعملت ليه انا وحمزه ايه وبري تمام. وادي البطاطس ايه كده حمرتها بصوا وطلعتها. عايزه اقول لكم بصوا كانت حلوه، لونها حلو قوي. انا عايزه اقول لكم بصوا شكلها في الطاسه لون، وبصوا لونها في الطبق لون تاني يعني، بس هي بصراحه حلوه قوي وكانت طعمها جميل. طلعت كده بقى البطاطس بتاعتي، وادي البيض سلقته، وهحط كمان الجبنه، هحط يعني من الجبنه العلب دي هحط كمان كده حته في طبق علشان حمزه بيحب الجبنه يعني. قولي لي بقى ايه رايكم بقى في الفازه، جبتها هنا الفازه دي اللي انا كنت شارياها مع الرسمه اللي فوقيها دي، كنت انا حطاها في الريسبشن بره على البتاعه البيضه دي كده اللي هي المفروض شكل ديكور يعني، بس انا عايزه اقول لكم انها فاضيه كلها مفيش غير الفازه بس. فانا قلت لا خليها اجيبها هنا تبقى كده ديكور في التصوير شكلها حلو، وان شاء الله هجيب ديكورات ليها قريبا قريب جدا جدا. فلما اجيب بقى هحطها ايه معاهم بره تاني. بصوا بقى شايفين البطاطس، عايزه اقول لكم انها جميله، وكنت كده بخبط لكم بيها على الطبق علشان يعني كنت عايزه اسمعكم الصوت يعني. المهم دخلت بقى علشان خاطر انشر الغسيل كده عشان يلحق ينشف، علشان الحق انشر تاني غسيل غيره يعني، او احط الغسله اللي انا كنت بصراحه متضايقه منها دي بتاعه المنديل. فنشرت كده بقى الغسيل بتاعي اللي زي ما قلت لكم كنت حاطه اللي هي في الغساله حطت ملايات، فنشرتهم كده خلصت منهم يعني. وبعد كده ايه حطيت وراهم الحطه التانيه، وعقبال ما دي يعني تنشف يكون كمان التانيه اتغسلت، وعلى اخر النهار كده او بالليل كنت هلم الغسيل ده وهنشر ايه الغسله التانيه. خلصت كده بقى. وبصوا عايزه اقول لكم الريسبشن عندي متروق وزي الفل ومكنوس وكل حاجه يعني. ركنت بقى السبت كده الغسيل ده على جنب. بصوا بقى الغدا بتاعنا النهارده عملت ايه بقى. عملت كوسه، دي كوسه باللحمه المفرومه تمام. هي خلاص انا طفيت عليها يعني خلصت. وكمان عملت ايه عشان هيطلع بخار. عملنا رز بشعريه اهو بس لسه موطيه عليه. وكمان بقى بعمل ايه هنا بقى البتنجان طبعا كوسه ورز يعني بتنجان مخلل تمام. هعمل بقى طبق بتنجان كده تحفه بقى للبتنجان، واوريكم بقى شكل الاكل ايه في الاخر يعني بعد ما نغرفه. وده كده شكل الاكل النهائي. عايزه اقول لكم كان تحفه بجد حلو قوي، شويه رز بشعريه حلوين جدا. كلموني بقى على الطبق ده، كلموني عن طبق البتنجان المخلل ده مع القوطه المخلله دي بنفس التتبيله بتاعه البتنجان، كلموني عن جماله. وبجد كان طعمه خطير. وادي الكوسه باللحمه المفرومه طعمها حلو قوي قوي. هجيب دلوقتي بقى طبق واغرف كده شويه بتنجان كده مع طماطم مخلله، وبخلي العلبه دي في التلاجة طبعا مش هناكل كل ده لتاني يوم، ابقى
ان انا يعني اطلعها جنب الاكل. تمام. الاكل ده قعد معايا يومين. المهم دلوقتي دخلت بعمل لهم حاجه كده حلوه وترطب كده على قلبهم. عملت لهم ايه؟ عملت لهم جيلي. بصراحه اسهل واسرع حاجه وكان عندي، فقلت اما اعمله لهم. حطيت كده الجيلي. بصراحه انا بحط عليه سكر لما بعمله، يعني هو في الطريقه بتاعته ما تحطش عليه سكر، بس لما عملته كده بصراحه من غير سكر طلع طعمه ماسخ وما عجبنيش وما عجبهمش. فعملته بقى في الشفشه ده. عايزه اقول لكم سهل جدا، سهل عليا ان انا اصب كده الجيلي بتاعي، بس طبعا ما كانتش مقفوله كويس، رجعت قفلتها تاني. سهل عليا جدا. خصوصا ان انا هحطها في الكوبايات الصغننه دي. ف اللي هو اللي بتاع من اللي هو الحته اللي قدام دي او البوز بتاعه ده كده من قدام. فده بصراحه كان مسهل عليا ان انا اصب الجيلي بتاعي. حطيته بقى كده في الاطباق. عايزه اقول لكم طبعا هي اطباق مشكله اللي كانت قدامي، يعني انا ما جمعتش كده طقم على بعض وحطيته، لا اللي كان قدامي اخدته وحطيته فيه. حطيت بقى كده الجيلي بتاعي في الكوبايات والاطباق، يعني الحاجات اللي لقيتها قدامي حطيت فيها وبس كده. بعد كده بدخله بقى التلاجة. بيسقع كده وبيمسك كده، وبصراحه بيبقى طعمه حلو قوي وهم بيحبوه. فعملت لهم بقى ده الحلو بتاعنا كده النهارده. يبقى النهارده عملت لهم فطار، وعملنا الغدا الكوسه باللحمه المفرومه والرز طبق البتنجان الجميل اللي انتوا شفتوه، وغسلت وكنست اوضه الركنه وكنست الطرقه، وعملت لهم الحلو الجيلي وبس كده. كان الفيديو بتاعنا النهارده. استنوني في فيديو جديد.